توفق فيها الحكم. ولو نشاهد عزكم الله تقدم قدم الرجل اللاعب محمد السهلاوي عن اللاعب المدافع الفيصلي، وكان قرار الحكم قرار صحيح، وهذه من الحالات الصعبة اللي توفق فيها هذا الحكم. لاعب نادي النصر اللاعب محمد السهلاوي كلهم على خط واحد، كان يجب انزال الرايه واعطاء استمراريه لعب، وقرار خاطئ من المساعد. قدم السهلاوي اليمين، لا كلهم على القدم، كلهم على خط وكلهم على خط واحد، بل يكون المدافع الفيصلي اقرب لخط مرماه بالجسم. كان قرار الحكم قرار خاطئ ويجب احتساب ركله جزاء الفيصلي، حتى لو ان اللاعب الفيصلي وشاهدناه بالغ الان في السقوط ومحاوله اظهار السقوط، الا ان في مخالفه ومهاجمه باهمال. دقيقة 64 لا يوجد ركلة جزاء، وكان يجب عليه للتحايل. هنا السقوط لا يوجد ركلة جزاء ولا يوجد تحايل. هذه ما فيها تحايل، هذه ما فيها تحايل ولا فيها ضربة جزاء، ولا فيها ضربة جزاء. ذيك اللي فيها. اي نتمنى استاذ حسين بس عيدون اللقطة الأولى إذا كان فيها إعادات. هذه منافسات كرة القدم، حصل عنده سقوط 3 حالات سقوط. هذه ما فيها بلنتي؟ لا ولا دخل عليه. كيف ما فيها؟ دقيقة نشوف بس. أنا خلصت ضميري.